كده اكون خلصت معاكم طبق القرنبيط بالشكل ده. لونه جميل جدا وهيعجبكم قوي وهتعتمدوا الوصفة ان شاء الله. وحطيت جنبه طبق الزيتون المخلل اللي انا كنت عاملاه معاكم على القناة. اي حد ما بيحبش ياكل القرنبيط اعمله له بالطريقة دي هتعجبكم جدا. ده غير كمان الناس اللي ما بتحبش تاكل الخضرة او الحاجات الورقية الخضراء، حطها لهم في قلب الاكل زي مثلا المحشي. الكرنب كتره قوي في الخضروات فيه. انا حطيت هنا في القرنبيط خضار اللي هو الكزبرة الخضراء بالشكل ده، وحطيت كمان على الوش شوية كزبرة وبقدونس. لو عجبتكم الوصفة ادعموني بلايك واشتركوا في القناة، وتعالوا نشوف الطريقة وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده القرنبيط بطريقه حلوه ان شاء الله تعجبكم وهتعتمدوها. عندي حله حطيتها على النار وحطيت فيها معلقتين ملح، معلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه. الجديد معلقه الكزبره الناشفه دي بتعمل على عمليه نسبه الكوليسترول ونسبه السكر اللي في الدم. ممكن انتوا لو حطيتوها على القرنبيط وهو مسلوق بس مفيش اي مشكلة خالص، بيتاكل وبيبقى في قيمة غذائية كاملة للناس اللي عندهم نسبة السكر عالية في الدم. بتنزل قوي قوي نسبة السكر. فانا حطيتها في المية عشان يتسلق مع القرنبيط. عندي هنا القرنبيط قطعته بالشكل ده علشان لما اجي اسلقه يبقى خفيف عليا في الشيل او طلوعه من قلب المية بتاعة السلق. في ناس بتسلق القرنبيطاية او الزهرة نفسها، في بلاد بتسمي القرنبيط الزهرة، بتحطها كلها زي ما هي من غير ما تقطعها. لا، الاسهل ان انت تقطعيها بالشكل ده عشان لما تيجي تطلعيها تبقى سهلة عليكي. هسيب طبعا القرنبيط بالشكل ده يتسلق معايا وبعدين نشوف هنعمل ايه. هنا اول ما القرنبيط المية بتاعته تبتدي تغلي كده سنة بسيطة زي ما حضراتكم شايفين، هنزل بالمكون الثالث اللي ما بيعملش غازات، شوية لبن صغيرين كده في المية علشان اللي بياكل القرنبيط او الكرنب وبيحصل عنده غازات، الغازات دي ما تبقاش موجودة. بالشكل ده حطيت حبة اللبن واغطي عليها واسيبها تتسلق براحتها. هنا معايا القرنبيط اتسلق. تقدري تعرفي ازاي اذا كان اتسلق ولا لا او استوى معاكي ولا لا؟ بتحطي ايدك هنا على العرق كده تحطي فيها السكينه كده، يا ريت ما تكونش مهريه قوي علشان لما تيجي تقليها في الزيت كل زهره تبقى متماسكه ببعضها، ما تبقاش مهريه منك او مستويه قوي. كده هنطلعه معانا في قلب مصفى، واحده واحده كده في قلب المصفى علشان نروح نعمل الخلطه بتاعته. هطلعه كله وارجع لكم. عندي هنا الخلطه طبعا بتاعه القرنبيط. هقول لكم الاول على البهارات اللي انا بحطها في القرنبيط. عندي ملح وفلفل، وفي هنا عندي كمون، وفي معلقة من القرفة، معلقة بيكنج باودر اللي هي بتاعة الحلويات، وفي هنا عندي البهارات بتاعة الفراخ او بتاعة اللحمة، مش مشكلة خالص، بيدوا تيست برضو حلو جدا في القرنبيط. وفي عندي هنا كاري. الكاري مفيد جدا على فكرة يا جماعة لأي حد عنده التهابات مفاصل، كويس جدا ليه. كتري الكاري في قلب أكلك كله، حاجة كويسة جدا الكاري أو الكركم. في عندي هنا كمان معلقة بصل بودر ومعلقة توم بودر، وفي عندي معلقة كزبرة ناشفة، وفي عندي معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. في عندي هنا بودرة زعفران، اللي ما عندوش بودرة زعفران ممكن يحط أي لون، مفيش مشكلة خالص مع القرنبيطاية. بتدي لون حلو قوي قوي للقرنبيط وانتي بتعمليها في الزيت. عندي هنا في كوباية لبن صغيرة وعندي كوباية مية صغيرة. المقادير كتير انا عارفة، بس صدقوني في الاخر خالص هتلاقوا التست بتاعها حلو قوي. عندي هنا 5 بيضات صغيرين اللي هي البيض البلدي. لو عندك البيض اللي هو الكبير مفيش اي مشكلة خالص، من 2 الى 3 بيضات طبعا حسب كمية القرنبيط اللي انت هتعمليها عندك. كده هنضرب كل ده في الخلاط
عشان نحط بقية المقادير اللي عندنا. هننزل بالخليط بتاعنا اللي احنا ضربناه في الخلاط بالشكل ده، اللي هو البيض واللبن وكوباية المية الصغيرة، الملح والفلفل والكزبرة والكمون والقرفة والبيكنج باودر وبودرة الزعفران او اي لون عندك بيدي لون حلو جدا للقرنبيط، معلقة قرفة. حطينا كل المقادير دي كلها على بعض، وطبعا معلقة توم باودر وبصل باودر. عندي طبعا المكونات بتاعتي اللي انا هحطها، انا هحط دقيق وهحط نشا. عندي هنا الدقيق بالشكل ده هحطه كده. عندي طبعا حسب الكمية اللي انتي برضو عاملاها وحسب المقدار كله. انا حطيت هنا الدقيق بالشكل ده، وهشوفها العجينة عندي او الخلطة بتاعة القرنبيط اخبارها ايه. لو لقيتيها سايلة معاكي شوية حطي كمان معلقتين دقيق. لقيتيها متماسكة وكويسة كده تمام. تخنت منك شوية ممكن تحطي سنة لبن او سنة مية، كل حاجة في ايديكي. حطيت هنا طبعا كوباية الدقيق، هحط على كوباية الدقيق معلقتين او 3 نشا، بتدي قرمشة حلوة قوي للقرنبيط نفسه بالشكل ده كده. وزي ما قلتلك لقيتي العجينة معاكي بقت ماسكة شوية هتخفيها بشوية لبن، مش هيبقى في حاجة توقف قدامك بالشكل ده. هتدوقي معاكي الخلطة بتاعة القرنبيط وتظبطي الملح، لو لقيتيها دلع طبعا تظبطي الملح بتاعك بالشكل ده. هنحط بقى فيها القرنبيط ونبتدي ان احنا نقليها في الزيت. هنا بعد ما قلبت معاكم الخليط بالشكل ده قطعت معاكم حزمة من الكزبرة الخضراء وهحطها على الخليط. طبعا حاولي تخلي الورق الاخضر بس هو اللي في قلب الخليط بتاع القرنبيط، الورق الاخضر احسن بكتير من العروق. وحاولوا كمان تدخلوا الورقيات الخضراء، اي شيء فيه ورقيات خضراء في اكلاتكم، لان الورقيات الخضراء بتحتوي على الحديد بالنسبة للكبار وللصغيرين بالشكل ده. لو انتوا حاسين معاكم ان العجينة او الكفر بتاع القرنبيط تقيل زي ما قلنا بالظبط، ممكن نحط حبة لبن او حبة مية مش مشكلة خالص. كده حطيت طاسة على النار وحطيت فيها الزيت عشان خاطر اقلي فيه القرنبيط. هنا القرنبيط حطيته في قلب الخلطة بالشكل ده، واحاول ان انا اطلعه كده عشان انزل في الزيت بيه بالشكل ده. ما تقلقوش خالص من الفتافيت اللي بتطلع من القرنبيط دي، في الاخر خالص احنا بنشيلها وبننضف الزيت مع كل قلي. بالشكل ده هخلص معاكم بقية مقدار القرنبيط وارجع لكم تاني. بصوا لون القرنبيط حلو وجميل ازاي من نطرة الزعفران او نطرة اللون اللي انت ممكن تجيبها من عند اي عطار. ما عندكيش زعفران او لون ممكن تحطي نقطة بابريكا او معلقة كاري زي ما انا حطيت. الكاري مع اللون بيعمل اللون الحلو الجميل ده. طبعا هنا زي ما قلتلك ما بين كل قلية وقلية بتمسكي المصفى وبتشيلي اي رواسب في قلب الزيت بالشكل ده.
علشان تيجي تحطي القرنبيط تاني يبقى معاكي نضيف وكويس.